من هنا من صنعاء القديمة ومن سوقها القديم تحديدا سنتحدث عن موضوعنا، وموضوعنا هو عن العقيق. والعقيق أحد الأحجار الكريمة وأكثرها شهرة، لكن الأكثر شهرة وصيتا هو العقيق اليمني أو ما يسمى بالعقيق اليماني. ما الذي ميزه عن غيره؟ هذا ما سنعرفه في الدقائق القادمة، كما سنتعرف على مراحل إنتاجه بدءا من استخراجه من مناجمه مرورا بمعامل الصقل وحتى يصبح حلية يتزين بها الناس. عندما يذكر العقيق يخطر على البال اسم اليمن، فهما ثنائيان مرتبطان ارتباطا وثيقا لا انفصام له. هذه هي سمسرة النحاس، المكان الذي ارتبط اسمه بتاريخ صنعاء وصار لا يذكر إلا وتذكر معه الحرف اليدوية التي تقاوم كل محاولات للنسيان كجدران هذا المبنى. وأهم تلك الحرف حرفة صقل وتشكيل العقيق، الذي سنروي للمشاهد طرفا من حكايته التي صارت بعض فصولها أشبه بالأساطير. للعقيق اليماني النصيب الأكبر في محلات بيع الأحجار الكريمة على مستوى اليمن كافة، بل إن بريقه في عيون اليمنيين أجمل من بريق الذهب ذاته. وتفنن الحرفيون اليمنيون في نحت العقيق وتشكيله ووضعه في الخواتم المتعددة الأحجام والقلائد وغيرها. لقد صار العقيق جزءا من حياة اليمنيين حتى تغنى به شعراؤهم، وصاروا يشبهون به أشياءهم التي يحبونها، فشبهوا حبيبات البن مثلا بفصوص العقيق، فقالوا يا سندس أخضر مطرز بالعقيق اليماني. من يصدق أن هذه الأشكال الرائعة التي تبهر العين والقلب كانت كتلا من الأحجار هناك في الجبال؟ كيف صارت هكذا؟ لا شك أن وراء هذا أيادي ماهرة وعزائم قوية ونفوسا جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي جمال الخولاني، فني أحجار عقيق يمني. هذا العقيق مستخرج من آنس بهذا الشكل، وهو أنواع أحمر ومزهر وجزع، يعني مخلوط الألوان. طبعا المزهر هذا نخرج منه المصورات، أفصاص المصور. المصورات نقطع هذا بالشكل بالمنشار، ثم نبحث عليه بالضوء على ضوء لمبة، يخرج الشكل اللي نحتاجه، يعني مصورات كعبات جلالات، هذا الشكل. بهذا الشكل نبحث عن الصورة داخل الحجر نفسها، يطلع لنا أشكال عدة، من كتابات ومشجرات. المشجر هذا الشكل، نجي لأخها بعدين بالمسن بالماكينة تكون زي هذا جلخ، وبعدين بعد التنظيف والتلميع تصبح زي هذا أشكال في العقيق اليمني، العقيق الآنسي وعنسي. وظهر الآن في إب وعدة مناطق، يعني اليمن غنية بالثروات. طبعا هو الأحمر هو الأغلى، الأحمر. خلاص المرحلة الثانية هو بدو نجي له الفص ونلمعه وخلاص جاهز. عمل كله يدوي، ما فيش أي مكاين ولا. هذا فيه أفصاص عدة بنوريك مجموعة. هذا واحد، هذا مشجر. وهذا شوف اللي فيه الجلالة. هذه مرحلة تلميع العقيق.
يتميز العقيق اليماني بصلابته وصلادته وتعدد ألوانه. بالنسبة للعقيق اليماني شهد له يعني الرومان والفرس بأنه هو الأجود، وهو يعني له مميزات وخصائص، وارتبط يعني بالجمال وكذلك بالأسطورة. فمنهم من يعتقد أنه يعني يجلب الرزق، ومنهم من يعتقد أنه يعافي من بعض الأمراض إلخ. فهنا احنا نفتخر يعني باليمن أنه العقيق اللي عندنا هو النوع الشفاف والنوع الصلد، فبذلك يعني ايش يكون فيه يعني جمال، يكون فيه يعني يعطي مرتديه يعني هيبة. فإذا مثلا يعني أدخلناه في الحلي كاكسسوارات للنساء وكذلك للرجال، مؤكد أنه سيكون يعني لها يعني رافد كبير لخزينة الدولة وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة. توجد أنواع كثير من أنواع العقيق اليمني، والمشهورة هو العقيق الأحمر والمزهر والمصور. طبعا والعقيق المصور هذا لا كان يوجد عقيق مصور. هذه مثلا صورة الكعبة، أول من يعني طلع أنا صور العقيق اليماني. فهذا صورة خيل، وهذه صورة حمامة، وهذه صورة وزة، وهذا مكتوب فيها محمد، وهكذا تقلب بهذا الشكل علي. فأول من استخرج العقيق المصور وهو أنا، الإبداع يعني شخصي. وتوجد أنواع كثير من أنواع العقيق اليمانية التي تستخدم في صناعة المسابح وصناعة التيجاء وصناعة الخواتم، فمنها المزور ومنها المزهر والمصور والأحمر. وأكثر شيء الإقبال عليها الناس وهو العقيق الأحمر، هذا الذي أنا لابسه. هذا خاتم طبعا من الياقوت، وهذا من العقيق اليماني الأحمر. طبعا ما يميز العقيق اليمني عن غيره أنه يحتوي على صور ذات معاني بالغة، ولذلك أنا كتبت في إحدى المقالات أنه هل يمثل اليمن ذاكرة العالم من خلال اختزال هذه الصور في أعماق هذا الدر النفيس. فعندنا يعني مجهودات قمنا بها بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبريد واتحاد البريد اليمني، وأصدرنا أول طوابع بريد في العالم لهذه الفئة اللي هي ذات التصاوير المعبرة، وممكن احنا نطلع لكم عن معانيها وعن محتواها. والعقيق اليماني معروف انه ينقسم الى 3 اقسام: احادي الالوان يعني اما احمر او اسود او ابيض الخ، وتراجيدي اللي هو تداخل الالوان، وكذلك ذات صور معبرة التي هي تكون أغلى أنواع العقيق اليمني. ولا يوجد إلا في العقيق اليمني فقط بالنسبة للصور. ولكن هناك صعوبات تقف في طريق هذه الحرفة العريقة، ولكنها ما تزال تحافظ على وجودها رغم كل ذلك. والمشاكل التي تواجهنا في هذا الحرفة والمشكلة القرصنة، وهي أخذ الأحجار من اليمن على يعني بطريقة خام فقط، ومن ثمها تهريبها إلى الخارج وتقسيمها، وذلك بيهدر في الثروة الاقتصادي في اليمن. وكذلك يأخذونها على شكل خام ويصنعوها في الخارج ويبيعونها لنا، وكذلك من الشباب. وذا بدأت تنهدر بسبب الاستيراد من الصين ومن الدول المجاورة مثل الهند وغيرها. فلذلك بدأت المهنة هذه تنهدر، وبدأت الإقبال عليها يقل. فلذلك نوجه الجهات المعنية ومن ضمنها المواصفات والمقاييس أن تراقب وأن لا تدخل مثل هذه البضائع إلى اليمن حتى يستفيد منها اليمنيين بتصوره طريقة عملية تصب في خدمة الوطن. كذلك يعني احنا نواجه في اليمن انه عندنا الحرفيين المهارة قليل، على مثال الاخ علي صدقة وخالد صدقة، هؤلاء الذي ابدعوا في يعني تركيب الحجر بشكل يعني انيق، وهم الان في صدد انهم اقامة يعني دورات واقامة ورش من اجل يعني تبني الكثير من الحرفيين. هذا ليس كل شيء عن العقيق اليماني، بل لقد كان قطرة من مطرة أو غيظا من فيض،
ولا تزال لهذه الجوهرة الملونة حكايا كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، إنما رأيناه ليس سوى جزء بسيط مما تحتضنه أرض اليمن، خير مناجم الدنيا وأغناها. قل للمليحة في العقيق الأحمر عيناك سحرهما جميل فاسحري. هذا هو العقيق اليماني، جمال يدهش القلوب والأحداق وشهرة تملأ الآفاق. كان معكم نجيب العنسي لبرنامج أنا الشاهد BBC العربي.